انت لابس سلسله ليه يا سليمان؟ قول لي كده. سلسلة. دي مم. دهب. اوه، دي مصيبه. ليه كده؟ انت تعرفش ان الذهب غير، سيبك بقى يعني هكلمك في نقطه السلسله ومن الذهب. تعرف ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي بيلبس ذهب من الرجال، تمام، سواء خاتم سلسله اي حاجه، يجرجر به في نار جهنم. يعني خاتم برضو؟ اه، الخاتم الذهب او دي للنساء فقط، اما الذهب للرجال محرم وكبيره من الكبائر. ده فيها حديث رهيب بيقول لك يجرجر به الى نار جهنم. فانت اخلعه على طول، ما تلبسوش خالص. يعني غلط الذهب نلبسه. طب بقول لك والفضة؟ الفضه ماشي، تلبس الفضه مباح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس خاتم من الفضه في صباعه الصغير اللي هو الصباع ده. مم. اما الخاتم الذهب، السلسله الذهب، طبعا دي حديثها دمار، حديث صحيح. تخيل يجرجر به في نار جهنم، يعني تتجرجر بسبب ايه؟ لبسك للذهب ده. فالخاتم الذهب اقلعه، والسلسله اقلعها طبعا، لان هي اولا تشبه بالنساء، ثانيا عشان هي محرمه لان هي ذهب كمان. طب محترم يا سليمان. واصل انا عارف، ما هو أصل انت اسمك على اسم ابني، فانا تقدرش امسكك والله اضربك على طول. حبيبي يا سلمان، انت شاب محترم. حبيبي. وربنا يبارك فيك يا رب، ويصلح حالك ويهديك ويوفقك يا رب العالمين.